ازيكم يا حلوين. هخزن معاكم النهارده الكرنب، شايفين يجنن بطريقه سهله. ممكن يقعد معاكم في الديب فريزر سنه ويبقى زي ما هو، وكمان طريقه سهله جدا جدا جدا. والسر في ايه؟ في حاجتين او في حاجه واحده. يعني الحاجه التانية ممكن نستغنى عنها، ان الميه نحط فيها اهم حاجه وهي ايه؟ السكر. نحط فيها معلقه سكر كبيره وشويه كمون. يعني الكمون بيخلي ريحة الكرنب بعد السلق، بيخليه تحفة. المية ما بتبقاش ريحتها وحشة زي لما بتكون ما فيهاش حاجة. هنحط معلقتين السكر ومعلقة الكمون، والميه تسخن مش تغلي، لا تبقى سخنه كده، اللي هي سخنه قوي يعني، ما تغليش ما تقلبش. ونحط، نبتدي بقى ان احنا ننزل فيها الكرنبه. هوريكم انا قطعت الكرنبه ازاي، بس هي طريقه سهله بتاعه القطع دي، مش حكايه يعني. ان احنا بنحط السكينه كده من فوق من عند العنق بتاع الكرنبه كده، وبنلفها لغايه لما بتتقطع معانا زي ما انتوا شايفينها. خدوا خدوا بالكم، اللي هيجرب طريقة الحفظ بتاع الكرنب دي مش هيجرب غيرها، هيعتمدها في في كل حاجة بقى من هنا ورايح. في السلق، سواء تسلقيها وتحشيها على طول، او هتسلقيها وتشيليها في الفريزر. لان حاليا دلوقتي الكرنب اللي هو البلدي هو اللي طالع، مش اللي هو مش عارفة كرنب ايه كده النوع التاني. لا، هو حاليا الكرنب البلدي، فده بيكون طعمه احلى مليون مره في المحشي. طبعا هتشيلوه وتطلعوه في رمضان. يعني انتوا هاتوا دلوقتي اللي تعملوه، اعملوا سووه كلوه عادي، بس هاتوا شويه وشيلوهم عشان رمضان يبقوا جاهزين كده. هتلاقوا الدنيا سهلت عليكم كتير لما تفرزوه لرمضان. وطريقة تخزينه سهلة هوريها لكم. وكمان لما تطلعوه هتحطوه في مية سخنة أو دافية كده، يعني تكون سخنة مش سخنة أوي، وتحطوه فيه هيفك وهيبقى زي الفل، وكأنك لسه سلقاه جديد. وكمان جربوها وهتقولولي، والله العظيم هتدعولي. هنا طبعا لما هتلاقوا الكرنب ابتدى ان هو، انتوا طبعا مش هتهروه، خدوا بالكم الملح في الميه بيسبب هريان، بيخلي البتاع ده، الورق بتاع الكرنب يتهري. لكن السكر دي بتبقى كمادة حافظة، وبيحافظ على الورقة جدا، وما بيخليش اي ولا طعم ولا اي حاجة. يعني ما تقولوش ان هو بتبقى مسكرة او حاجة، لا ولا اي حاجه. لما تبتدي ان هي تتسلق وتكون كويسه، هتلاقوها اصلا بتفك من بعضها كده في الميه زي ما انتوا شايفين. بتلاقوا واحده واحده كده، ورقه ورقه من بتوع الكرنب اتفكت زي ما انتوا شايفين كده، وبطلعها بكل سهوله، يعني بمنتهى السلاسه. الطريقه دي فعلا خطيره خطيره للتخزين، مش هتلاقوا زيها. يعني بصوا، هي اسهل طريقة ممكن تكون موجودة. هعملها انا. هنا جايبة كرومبتين حطيتهم في علبة 2 كيلو. يعني الكرومبتين دول كان حجمهم متوسط، مش كبير ومش صغير. جبتهم وهو سلقتهم علشان ان شاء الله في السوق الجاي هجيب برضو وخزن علبة تانية، وهعملها ان شاء الله بنفس الطريقة. بس تابعوه ووقفوا عليه كده، لان الكرنب مش بياخد حاجه. بالذات الكرنب البلدي ده بتلاقوه الورقه بتاعته مش اللي هو ايه، مش مجلده قوي كده، فبتلاقوه ما بياخدش حاجه، يا دوب بينزل في الميه ودقيقتين 3 كده، وبتلاقوه خلاص اللي هو استوى وبقى زي الفل. تابعوه لحسن يتهري منكم. بص، عايزه اقول لكم كنت متحمسه ان انا اعملها. يعني انا بالذات لما عملتها دلوقتي، الطريقه سهله خالص، اللي هو مش بقطع ورق واستنى مش عارفه ايه لا، حلوه. وكمان ما طلعتش ورق زياده. يعني حرام ان الورق اللي احنا بنقطع الوقت بوقته ده بيطلع ورق كتير، فده حرام. الطريقه دي هتخليكم ان انتوا تستغلوا الورق، مش بتطلعوا غير بس اللي هو العصايه المثلثه دي اللي في النص دي التخينه، اللي هي بنحطها تحت الكرنب. يعني بنحطها تحت الكرنب كده، تحت في قعر الحله، علشان نحط عليها المحشي.
هحط التانية اهي وهوريكم. انا قطعت البتاع اللي من فوق دي ازاي. هي مش حكاية، بس اهو معلش ادينا كلنا بنتعلم. يعني انا ما اتولدتش عارفة الحاجة دي، انا بقى طبعا اتعلمتها من حد، والحد ده اتعلمها من حد، يعني هو نقلها وانا نقلتها منه وبنقولها لكم وانتوا تنقلوها، اللي هو كده يعني كلنا بنتعلم. كنت خلصت بقى الكرنبتين، وهبتدي ان انا اقطعهم واحطهم في العلبه اللي انا وريتها لكم دي، علشان احطها في الفريزر. بس بعد طبعا بعد ما تبرد براحتها، وطبعا علشان الجو برد، فهي بردت في ثانيه. يعني اول ما طلعتها كده اصلا لقيتها بردت. فركزوا معايا في حته اللف. انا مش هلفها من الناحيه اللي انا مسكت منها، لا انا هلفها العكس، اللي هو زي ما انتم شايفين كده، بحيث الحته الرفيعه دي اهي هي اللي تكون من فوق. هي تكون من فوق كده علشان اعرف اقطع. يعني انا ممكن لو لفيتها العكس مش يعني بصوا، وانا بفردها لكم هتفهموا. دي حته انه هي ممكن تفردوا تقطعوها كده وانتوا بتعملوا، هتلاقوها كام صباع كده ورا بعض. يعني بصوا هتلاقوها وانتوا بتلفوا كده كام صباع، على حسب بقى بتلفوها كتير بتلفوها قصير كده براحتكم. فهتلاقوا الدنيا بقت سهلة وانتوا بتلفوا زي الفل. هقطع معاكم واحدة تانية هتشوفوها عشان تتعلموا الطريقة اكتر. يعني دي مثلا جت معايا 3 ورقات. يعني لما نطلعها من الفريزر ونحطها في مية دافية، اول ما هنفردها هنبص هنلاقيها اصلا هنقطعها في ثانية ونحشي على طول، سواء عاملين الرز مسبك او عاملين اللي هي الخلطة اللي هي ني في ني. يعني سواء الاتنين هيكونوا حلوين. هو انا ما جربتش الني في ني، بس في الكرنب، بس ان شاء الله هجربه معاكم. بصوا اهي اللي هو بلفها كده، ودي طبعا الطرف بتاعها كنت اهو شفت حته صغيره اللي طلعت. بصوا برضو، يعني انا ما حبيتش ان انا اقطعها، الا لفيتها وشلتها زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهوريكم وانا برصها في العلبه. اهي العلبه اللي انا قلت لكم عليها، اللي بخزن فيها الحاجات. بحطها في الديب فريزر. دي بتشيل 2 كيلو. يعني ما شاء الله العلبة دي شالت الكرنبتين، حرفيا شالت الكرنبتين. هنا اهو هقطعها والفها زي برضو ما قلت لكم. هقطعها كده واقطع من عند الطرف اهي. الطرف بتاعها دي بتاع الورقة دي ما كانش، كان في حاجة يعني ما كانش حلو. ودي طبعا انا قطعتها نصين لان الورقة كانت صغيرة، لكن لو الورقة كبيرة ممكن تقطعها 2 3. لو اكبر ممكن تقطعوها 3 او 4 عادي. يعني بصوا اهو بتمسكوها من الحتة الكبيرة وتلفوها اهو. بوريكم بالتفصيل الطريقة دي فعلا حلوة جدا. بصوا بعدين بنقطعها منين اهي، ونشيلها ونحطها في العلبة. هتقدروا وانتوا بتحشوها تعملوها مربعات بمنتهى السهولة. يعني بمنتهى السهولة كده هتلاقوا بتلفوا الكرومبة في ثانية. بصوا هنا كنت خلصتها اهي العلبة ال2 كيلو، وشايفين هو ده اللي طلع من الكرومبتين. يعني استفدنا ما شاء الله بكل حتة في الكرنب. هو ده حرفيا والله صدقا، هو ده كل اللي طلع من الكرنب. هستناها طبعا لما تبرد شوية وبعدين هحطها في الفريزر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد.